بسم الله الرحمن الرحيم. بصفتي عضو غرفة الصناعة التقليدية ورئيس لجنة التكوين بالتدرج المهني. كان نتمم بأن هذا اليوم التحسيسي ديال الصناع التقليديين وهذه الدورة التكوينية على حساب البطاقة الوطنية هذه اللي خرجت ديال الصانع التقليدي، اللي غتكون عندها امتيازات كبيرة بزاف بالنسبة بالنسبة للشركات، بالنسبة للساتيام، بالنسبة للتران، بالنسبه للاسورانس. غتكون عنده واحد الامتيازات مزيانه وغادي كتهم الصانع التقليدي اللي كيعاني من بزاف ديال الحوايج كيعاني بهم بالنسبه للصناعه التقليديه. وارتأت اليوم واحد اليوم تحسيسي مع الناس ديال اللجنه ومع الضمان الاجتماعي، شرحوا للاخوان بزاف ديال الامور اللي استافدوا منها الصناع التقليديين في هذا اليوم التحسيسي. وحنا كاعضاء كنتموا هذا الشيء وتصنفنا للمشاكل ديال الحرفيين، وكل واحد عطى التساؤل ديالو وجاوبناه على داك الشيء اللي بغا. وكنتمناو الغرفه الصناعه التقليديه جهه قلومي ودنون وسعاده الرئيس فخري فراجي والمسؤولين ديال طنطا اللي كيتعاونوا معنا من ساعه العامل، من المجلس الاقليمي، من رئيس بلديه. حتى هما كنحييهم من هذا المنبر لان حتى هما كيساعدونا في بزاف ديال الحوايج. وكنحييو المندوب ديال المندوبيه الاقليميه اللي جيش التحرير عطانا هذا القاعه اللي درنا فيها اللقاء. كنشكروه بزاف وكنشكروا جميع الصحافه والمسؤولين على هذا اللقاء، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد الخالدي المفضل فاعل جمعوي آمين ديال الصناع والصانعات بمدينة طنطان. كما تعلمون الإخوان أخوات، هذا هو الدور ديال الأمناء، دائما الدفاع على الحرفيين والمهنيين وجميع الصناع والصانعات. وفي البداية السلام عليكم أيها الحضور الكرام، تحياتي للأستاذ ديالنا السي أسامة، تبارك الله عليك، وكذلك الأستاذ كنرحبوا به اللي جاء من مدينة طنجة، والأستاذة الكبيرة لبنى بن طنطان. وفي البداية تحياتي لهم جميعا. غير بغينا كنتكلم وبنيابة عن الحرفيين على الحرفيين والحرفيات. غير بغينا نوضحوا الأمور، خصنا برنامج، خصنا البرامج وهما طريق الوصول. برنامج خصو يكون مع اتفاقية مع الشراكة ديال الغرفة الصناعة التقليدية، وكذلك الصانعات العامقين والمعنفين. كاين هنا الفقر والهشاشة والتهميش في القطاع الصناعة التقليدية. وكذلك كنتمناو إن شاء الله الرحمن الرحيم يكون برنامج تأهيلي حضاري في مدينة طنطان، فإذا به الصناع والصانعات باش يكون عندهم اليد العاملة في مدينة طنطان. الإخوان الحرفيين والمهنيين احنا دائما جنود مجندون مع جلالة الملك نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. معكم الفاعل الجمعوية الصانعة مريم حماوي. أنا من جامعة تلمزون، فعلا عندي جمعية صناعية في جامعة تلمزون. جينا اليوم لهذا اليوم التحسيسي باش نتكلموا على مشاكل الصناعة. احنا اليوم مشاكلنا كثيرة ما ولا شوي. مشاكل الصناعة في طنطان، احنا كيف اللي تقول احنا مجمدين الصناع. باش نقول السؤال الثاني الاول اللي نقول لكم عليه، المشكل الاول هو مشكلنا احنا عندنا من يجي معرض على المدينه خارج المدينه، كان شنو نقول لك تحملات حتى كار يجينا مواصلات النقل ما هي عندنا، نمشيو منهم متكرسين هازين سلعتنا من المدينه للمدينه، ونجو اللي راجعين كارين على رؤوسنا من المدينه باش نلحقوا المدينه.
احنا اليوم كنطالبوا بالنقل للصناع، هذا اول شيء. اول ثاني يهتمونا ما تموا كلها يعرف واحده ولا ثانيه وعيط له يقول تعالي راك لا يشارك. لا، بغينا احنا جريده او تليفونات فلانه تجي راه عندنا معرض فلانه هما يعلمون كاملين، وفما اللي بغاو يديروا قرعه للصناع يديرها، هذا شارك هاي المره الثانيه ما يشارك. احنا موافقين على هذا الشيء وموافقين نقولوا ملي عندنا بغينا النقل وبغينا دعم للصناع. احنا درك هذا الشيء اللي شاركنا ما بايعين كاع فيه شيء، لو نمشيو هيك ما بايعينش حتى شي بياسه ما بعناها، خاصهم يدعمونا يردونا الانتباه للصناع، يدعمونك بحال ما يدعوا الجهات الثانيه، وبغيناهم يتابعونا قبال من هذه الطريقات. احنا درك مهششين، هذو الصناع كاملين المخير فيهم ما عنده دعم داخله كي يعدل شيء لا باش كانوا يكسب قوته ويقري اولاده. هذه الصناعه احنا قرينا بها اولادنا الحمد لله، وبغينا الدوله تنتبه للصناع، تعطيهم المواصلات تديهم من مدينه لمدينه. اي مدينه هون في الجنوب عندها كار ديالها كي يرفدها، المخير اسا عندها كارها، علاش الطنطان ما يعود كيف اسا وكيف قليمين وكيف المدن الاخرى؟ والسلام.